الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بعد غياب. بعتذر للناس اللي كانت الفترة اللي فاتت مستنية فيديو مني، وشوية ظروف على شكل الزمالك، على شوية دوشة كده، على ان انا كنت في اجازة، يعني شوية حاجات كده خلت الواحد يغيب من بعد ماتش السوبر في شهر 9 لحد يطلع دلوقتي. ويعني الواحد برضو مش شغال الميديا قوي يعني بشكل مستمر، فبتبقى الموضوع خاضع للحالة النفسية والمزاجية وكده يعني. رجعنا الحمد لله. والنهارده بعد يعني في تقريبا لسه ما وصلناش، قربنا تقريبا على نص الدوري او اكتر، لان الدوري الدور الثاني هيبقى 8 ماتشات بس 9 فرق. احنا لحد دلوقتي لعبنا حوالي 12 ماتش. المفروض ان احنا هنلعب حوالي 17 ماتش، يعني بقينا 5 ماتشات و8 ماتشات في الدور الثاني. المفروض ان الموسم هيخلص في اخر 5 يعني. اوضاع النادي فيها كلام كتير قوي، فيها حواديت كتير قوي تتحكي، فيه تفاصيل كتير حصلت، سواء على مستوى الاداره اللي خيبت للامانه. يعني انا واحد من الناس كنت طالبت بالاداره وطلبت الناس تنتخب المجلس، وكنت شايف ان كابتن حسين وهشام نصر هم المخرج لكل ازمات الزمالك. الحقيقه الاداره ادائها مخيب، حاجات كتير جدا، وخيب امال كل الناس اللي كانت عشمانه بنقله في شكل النادي وشكل التعاقدات وشكل فريق الكوره يعني في تحسن في اشياء، وفي تحسن كبير في ملف الديون. تقريبا ده الملف الوحيد اللي هم مكملين فيه يعني. بس في مشاكل بقى في كل الاتجاهات. تحس ان النادي يعني ال 12 عضو كل واحد شغال في اتجاه، وتحس ان الدنيا مفيش اي نوع من انواع التخطيط لاي شيء، مفيش اي نوع من انواع النظام في اي شيء، مفيش اي شكل تقدر تقول يعني شكل فرقه الكره في الملعب بيحكي لك عن المشاكل اللي عند الاداره وعند الجهاز وعند اللعيبه. في تفاصيل كتير قوي تتحكي يعني. خلينا نبدا بفرقه الكوره، نتكلم عن الانتقالات شويه. هنبدا الفيلم بفرقه الكوره اللي النهارده بعد 12 ماتش بينها وبين المتصدر 4 بونت، وبينها وبين المركز الثاني الاهلي 3 بونت. فرقه الكوره السنه اللي فاتت لعبت كونفدراليه، والسنه دي بتلعب كونفدراليه بشكل لا يتناسب مع تاريخ الزمالك، مع اسم الزمالك، مع اهميه الزمالك كنادي. الشامب او الشامبيونز ليج الافريقي هو المكان اللي الزمالك المفروض يكون فيه. مثلا فرحنا بمكسب الكونفدراليه. السوبر الافريقي بطوله كانت مهمه واخدينها من الغريم، بس هو الزمالك ما ينفعش يتنافس بره الشامب، بره الاضواء، بره اكبر بطوله. الزمالك وفرقتين بيشاركوا من مصر ما ينفعش يبقى فيهم الزمالك، يبقى براهم الزمالك، يعني ما ينفعش ما يبقاش فيهم الزمالك. الفرقتين لتاني سنه الاهلي وبيراميدز، واحنا السنه الثالثه مهددين. وللاسف الفريقين صارفين كويس جدا وعندهم سكواد ودعموا بشكل كبير جدا، وانت تايه. انت لا من سكوادك كامل، ولا منك دعمته، ولا عندك اجانب سده. خلينا نروح للماتش، نتكلم على الماتش عشان الحوارات بره الملعب كتير. هنروح للانتقالات وهنروح لاسئله الناس شويه، بس خلينا نبدا بالماتش اللي عندي شويه ملحوظات يعني. احنا رايحين نلعب الاسماعيلي النهارده بعد خساره سيئه جدا جدا من بيراميدز، وشكل سيء. مش مجرد خساره، انت خسران. خساره بيراميدز كانت خساره سيئه على مستوى النتيجه، على مستوى الشكل، على مستوى الاداء، على مستوى الروح. يعني كنت تحس لعيبه بيراميدز اللي ما عندهمش جمهور، ما حدش بيساندهم، اقوى في الالتحامات، يحطوا رجليهم يعني في حاله كده غريبه جدا، ما اعرفش ليها علاقه بالفلوس او. النهارده احنا بنلاعب الاسماعيلي اللي هو المفروض تقريبا ال 14 على الدوري من 18 فريق. والاسماعيلي يعني انا اتفرجت عليهم لقطات كده، انا ما اعتقدش ان الاسماعيلي عنده القدره ان هو يسجل. يعني ماتشات كتيره جدا الاسماعيلي بيطلع متعادلها او كسبان واحد بصعوبه، لان هم فرقه يعني مقفول عليهم. يعني بقى اهم لعيبتهم عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي، وما دعموش. والفريق معتمد بشكل كامل على الناشئين الاسماعيلي، لان القطاع عندهم مقفول، حتى مش بيحاولوا يضموا ناشئ يعني. فالاسماعيلي في ظروف صعبه جدا. فالزمالك كان المفروض يبقى فايق، يعني الزمالك المفروض كان يبقى فايق. مستر جروس علامة استفهام كبيرة جدا في النادي. بدأ بالتشكيل ال 4 2 3 1 او 4 3 3. ما تقدرش تحكم قوي يعني، لان انا الصراحة مش بشوف ان الفرقة ليها نمط او ليها شكل يعني. بدأنا بعواد.
قدامه حسام عبد المجيد، وقدامه الوافد الجديد من الجونه احمد حسام كمساك شمال. وفي نقطة هنا ان حسام والونش الاثنين، حسام مع كتر لعبه مساك لانه اللي كان بيلعب طول الوقت مع المسلوسي اللي هو اصلا باك يمين، فالمسلوسي كان بيلعب مساك يمين، فوجود الحسام طول الوقت في المساك الشمال مع جوميز واستقراره في المكان ده وتألقه فيه مبقاش عايز يغيره. فاحنا لما رحنا جبنا مساك من مصر، احنا جبنا الوافد الجديد اللي هو صلاح مصدق، صلاح الدين مصدق من المغرب. هيلعب مساك يمين في اللي جاي ان شاء الله. يعني احنا طبعا مش عارفين مستواه لان هو الراجل جاي بسكاوتنج، يعني مش جايب سوبر ستار هينزل، مش زين الدين بالعيد مثلا، مش اسم كبير مثلا. بس هو المفروض يلعب يمين، وحسام خلينا في النقطه ان حسام هيبقى شمال. حسام مش بيبقى مستقر قوي في فكره ان هو يمين، يعني ما بقاش قادر يأديها قوي، لان هو كان مع فريرا وتألقه مع جومز كان شمال. بس هو النهارده كان بيلعب يمين، وكان بيلعب جنبيه احمد حسام وافد جديد من الجونه، وعلى يمينهم لغياب عمر جابر كان بيلعب محمد شحاته في مفاجاه غريبه. يعني هو ده تاني مدرب بعد جوميز يقرر ان بديل عمر جابر محمد شحاته مش احمد محمود. علامات كبيره جدا استفهام على احمد محمود بقى. ما هو انا يعني انا ممكن الوم جروس، بس هلوم جروس وجوميز يعني ان محمد شحاته باك يمين مش كويس. محمد شحاته بيسرح، بيتضرب بسهوله، بيندفع. يعني الاسماعيلي النهارده لو كان ركز شويه ورا محمد شحاته الزمالك كان هيزعل، الزمالك كان هيتعور يعني. بس هو مع الاسماعيلي ما عندوش اللعيب اللي يرميه. ده هيجي لك وقت في ماتشات فاركو وممكن بتروجيت قبل الاهلي تلاقي مثلا لو عمر جابر ما رجعش تلاقي في مشكله. واحمد محمود لما لعب ما قدمش السوق ده، يعني ما كانش سيء لدرجه ان محمد شحاته يبقى موجود يعني عليه. بس هو اللي حصل ان بدا محمد شحاته وبدا احمد فتوح. نص الملعب بدانا بنبيل دونجا وجنبيه محمود جهاد ومحمد السيد. الملاحظ برضو ان مع ان سواء جهاد او سواء محمد السيد بيبقوا 8، يعني اغلب الوقت دونجا كان بيلعب 6. بس انا النهارده كنت حاسس ان احنا كنا بنلعب شويه دبل بيفوت، يعني كنت حاسس ان جهاد جنب دونجا شويه وبينزل يستلم من تحت شويه. تحت بقى الثلاثي المعتاد مصطفى شلبي اللي احنا بقالنا من صيف 2022 ومصطفى شلبي بقى هو الوينج الشمال، ومش قادرين نادي الزمالك مش قادر يجيب وينج شمال يعني لاسباب لا يعلمها الا الله. لان مصطفى شلبي وينج شمال لا يليق ان هو يبقى الوينج الشمال الاساسي في الزمالك، ففي كارثه في المكان ده. وما اعرفش الانتقالات هتخلص على ايه، بس لحد دلوقتي ما جاش وينج شمال، لان حتى الوينج التونسي اللي هو احمد الجفالي ده تقريبا بيلعب وينج يمين لان هو اشول. فهو هنيجي لنقطه اليمين والشمال دي لان انا عايز اتكلم فيها الحقيقه. على اليمين زيزو في الوينج يمين بأداء غير مقنع تماما، لا يتناسب مع، مش هنعيد نفس الكلام انه لا يتناسب مع الفلوس، بس هو في مشكله حقيقيه في اداء زيزو انا عايز اتكلم عليها، ليها علاقه بالفرقه وجزء ليه علاقه بيه هو شخصيا. تحت راس الحربه المحترف سيف الجزيري، يعني انا شايف ان المجلس ليه اخطاء، بس تجديد عقد سيف الجزيري والاحتفاظ بيه كفيرود اساسي جريمه، يعني جريمه. يعني انا كنت متقبل فكره ان سيف يمشي اول الموسم ويروح الامارات وندفع له سنه في عقده بدل ما نخليه ندفع له 3 سنين، يعني سنتين اللي جددناهم والسنه اللي هي دي، وانت مردودك صفر في الفيرود، انت مستني من الفيرود صفر. سيف ما بيقدمش اي شيء، من اسرع الفراوده في مصر. يعني انا ممكن اشوف لك الارقام بتاعت سيف الجزيري النهارده بس بالصدفه كده، فقد الكرة كام مره النهارده بس بالصدفه. انا والله ما شفتها قبل الماتش، انا مش في حاجات ببقى محضرها وحاجات مش محضرها. بس سيف النهارده طبعا زيرو جول، زيرو اسيست، زيرو شوتس اون تارجت، ده احنا بنلعب الاسماعيلي 12 على الدوري. زيرو شوتس اوف تارجت، زيرو شوتس بلوك، زيرو دريبل، لمس الكوره 17 مره، اكيوريت باس 10 يعني ضاعت منه 7 مرات، لونج بولز 2، كي باسز واحده. ده فيرود الزمالك. لعب كام دقيقه بقى سيف الجزيري؟ لعب 64 دقيقه، ساعه ما شاطش على الجول، كوره واحده اللي هي الجول اللي اتلغى الاوفسايد. وده مش مردود ماتش، يعني انا ممكن اقعد اكر في الماتشات وهتلاقي نفس الاداء. يعني هو الفكره انت بتجدد له ليه؟ يعني دي جريمه، يعني دي جريمه. المنافس سواء الاهلي او بيراميدز، الاهلي ما اكتفاش بوسام ابو علي وجاب فيرود تاني. يعني انا ما اعرفش نسب نجاح الفيرود التاني، بس مدفوع فيه رقم، والاهلي بيحاول جديا ان بغياب وسام ابو علي ما يتاثروش.
يبقى عندهم بدل الفيرود اتنين. الزمالك ما عرفش يجيب فيرود اساسي، وواضح ان جروس مش مقتنع بناصر منسي، وبيدي سيف وحسام اشرف بدرجه اقل، رغم ان اعلاهم في معدل التهديف هو ناصر يعني. فهي علامه استفهام، انا شايفها جنايه الحقيقه، ومفيش اي مبرر لتجديد عقد سيف الجزيري ده، زي ما فيش مبرر لحاجات كتيره جدا، منها صفقات زي زياد كمال، منها ال 15 صفقه 16 صفقه اللي كلهم فشلوا، زي انتقالات الصيف، زي المليون دولار اللي في عقد بنتايج. في حاجات كده يعني ما تبقاش فاهم يعني، زي موضوع رفض التعاقد مع بن شرقي، وان انت كنت عارف ان هو ممكن يروح الاهلي. يعني انت ممكن مثلا تبقى مثلا في نوادي مثلا، يعني كريستيانو رونالدو في واقعة شهيرة جدا لما السيتي قرر يجيبه، ان مانشستر يونايتد جابوه من اسباب السبب الرئيسي ان هو ما ينفعش يلعب في السيتي، لان هو من اساطير النادي عندهم، فما ينفعش يتحسب على السيتي. الحاله دي مش حاله اشرف بن شرقي، الزمالك عنده مشكله كبيره في مكان اشرف بن شرقي، وكانوا في فرصه واضحه للتعاقد معاه، والمجلس والقرار جاي من المشرف على الكوره وقتها ورئيس النادي، شافوا ان المبلغ اللي طالبه اشرف بن شرقي كبير، وراحوا دفعوه تقريبا لمشلاك. يعني هو اشرف كان متفق على 800 ودفعوا لمشلاك 700. طبعا مشلاك ده قصه تانية وحوار تاني ومشكله تانية، ووكيله اللي طلع خبط في جروس والمشاكل كبرت، وبقاش اصلا هم عايزين هيرفعوه من القايمه تقريبا، الكلام هيرفعوها من القايمه، فهتبقى قضيه جديده او مش هتبقى قضيه جديده يعني. كميه عك وكميه لخبطه ما تتوصفش الحقيقه. يعني الاداره عامله يعني كميه يعني من اول اصغر حاجه، من اول اصغر حاجه لحد اكبر حاجه، الفرقه فيها مشاكل. يعني تصرف ناصر ماهر النهارده في الطرد والكره اللي خد فيها انذار، يعني شيء بالشيء يذكر يعني. يقول لك ان اللعيبه في حاله كده سايبه، يعني مدير الكوره كان في محبوس في الامارات في مشكله، وقبلها احمد فتوح وقضيته الشهيره يعني تحس ان الدنيا سايبه، مفيش حد بيتعاقب، مفيش حد بيتقال له لا، مفيش حد بنعاقبه، تحس الدنيا سايبه، كل شيء فالت، كل شيء اللعيبه مأمن، يعني من امن العقاب اساء الادب. فرقه الزمالك حاليا منطبق عليها الكلام ده خالص يعني، تماما. تحس الموضوع كل شيء في. خليني انا يعني شويه حاجات انا عايز اتكلم فيها. اول حاجه وجود زيزو في الوينج اليمين. الزمالك عنده مشكله في قله الحلول الهجوميه، زي ما اتكلمنا ان مصطفى شلبي مش احسن حاجه، وان مصطفى شلبي معظم قراراته بتبقى غلط، وحتى لما بيفكر في القرارات رجله ما بتساعدوش قوي. فمصطفى شلبي لعبه شويه شويه نسبيا، هو مع جروس يمكن دي من الحسنات القليله اللي جروس الحقيقه في الولايه دي، بقى يخش لقلب الملعب اكتر، وبقى يعني يخش تحت الجون اكتر، يمكن دي من اكبر ميزاته. بس مش مدي حل هجومي او متنفس للفرقه بالشكل المناسب. زيزو بقى فيه مشكلتين. المشكله الاولانيه المستوى زيزو نفسه، ان زيزو مش قادر يساعد نفسه، مش قادر يعمل حاجه تانية، مش قادر ياخد قرار يخش لجوه يشوط بالشمال، مش قادر، هو في دماغه حاجه معينه عايز يثبتها، عايز يجيب جون او عايز يرفع اوفر، اللي هم الحاجه الثابته اللي هو بيعملها، وبشكل مش قادر يساعد نفسه، مش قادر حتى بيحاول يعدي في واحد على واحد ما بيعديش. في مشكلتين، الاولانيه يعني سبب حاله زيزو دي بره حالته، هو في حاجتين. الاولانيه زي ما قلنا قله الحلول، فالفرق بتبقى عارفه كده وبتضغط عليه. الحاجه الثانيه ان الفرق نفسها قرت فكره الاوفر اللي بيعمله من الوينج اليمين. معظم الفرق دلوقتي في العالم الوينج بيبقى بيلعب بالرجل العكسيه عشان يخش في قلب الملعب، علشان يبقى عنده مساحه انه يتعدل ويشوط ويخش ويعدل نفسه، وممكن تبقى عنده فرصه ان هو يسدد او يرقص او يغير الملعب. زيزو بوجوده في الوينج اليمين عنده حل واحد بس، اللي هو الاوفر، اللي هي في الكوره دلوقتي في كل حته في العالم بقت شغلانه الباك. الاوفر ده الباك هو اللي بيكمل وبيرفع العرضيه. ففكره ان زيزو طول الوقت ما بيحاول يعمل الاوفر، ما هي خلاص يعني تحس ان هي اتقرت، تحس ان فرق الدوري بقى فيه مشكله كبيره، وبعدين في نمطيه وحاجه بتتكرر. فانا مش عارف الحقيقه، يعني مش عارف هل الحل ان زيزو هو نفسه يروح شمال، والوينج اللي هو الصغير اللي جايبينه ده اللي هو التونسي احمد الجفالي ده هيبقى هو اليمين. معرفش، بس الحقيقه في مشكله في الزمالك، في مشكله هجوميه، وما تقدرش تقول ان في نمط او شيء معين انت شايفه بيتنفذ. يعني في مشكله عند جروس في فكره ان هو يعني مفيش حاجه في الهجوم بتقدر تكون شايفها واضحه، او حاجه بتتنفذ. وفي نقطه تانية، ان 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 جروس
في ولايته الاولانيه كنت تقدر تقول ان الفرقه دفاعيا كانت متزنه بشكل كبير، حتى وهو بيلعب كره هجوميه زي ما كانش بيستقبل بالعدد ده. الزمالك ما كانش بيتهدد بالشكل ده. احنا اتهددنا من اسمده ابو قير، اتهددنا من فرق زي بلاك بولز وانيمبا في القاهره. في مشكله في الدفاع ومشكله في الهجوم. انت مش مؤثر. يعني ماتش بيراميدز مثلا آه لما احنا آه في مشكله في لما احنا في مشكله في ان احنا لما سوري معلش انا اسف، حد بعت لي رساله فانا هنكت شويه. في مشكله في فكره ان الفرقه لا هجوميا، ان الفكره هجوميا بتندفع بشكل كبير، وفي نفس الوقت مفيش تاثير هجومي. يعني ماتش بيراميدز احنا لابسين جونين في مرتدتين، والفرقه ما كانتش بتهاجم. انا يعني ايه الفريق اللي بيلبس مرتدات وهو بيهاجمش؟ يعني ما اعرفش. مش عارف والله. فشكل الفرقه النهارده احنا كنا بنعاني قدام الاسماعيلي الشوط الثاني تقريبا باستثناء شوط الدونجا، احنا ما هددناش الاسماعيلي. وفي حاجه تانية، الشيء بالشيء يذكر ان محمد علاء محلل الاداء اللي كان مع جوميز وكان مع جروس مشي. طيب ومفيش اي كلام عن بديله سواء اجنبي او مصري. هل جروس بيشتغل من غير محلل اداء؟ يعني هل رحيل محمد علاء مش مؤثر لجروس؟ دي انا مش عارف، يعني مش قادر اجاوب عليها الحقيقه. يعني مش اجابتها عندي، هي ممكن تكون اجابتها عند اداره النادي. لان الاحساس اللي عندي احنا بنلعب كل فرقه زي بعض، يعني كل فرق شبه بعض. في مشكله ثالثه في حراسه المرمى. عواد النهارده في كوره كورنر كده كانت هتيجي جون، وبعديها بدقيقه ما طلعش، بعدين بدقيقه طلع. عرفنا ليه ما كانش بيطلع في اللي قبلها، الفيرود طلع خدها قبليه. في مشكله في مستوى عواد. ماتش بيراميدز الجون الاولاني ده هو غلطه عواد 100%. يعني هو الونش اتضحك عليه في الكوره ورقص، وطبعا كلنا عارفين مشكله مستوى الونش. عواد مقدم يعني طالع الكوره عدت من بين رجليه. والنهارده نفس استمرار نفس الاداء. يعني كانت الناس بتتكلم عن الجروتر بيفرق مع اللي هو مدرب الحراس اللي مع جوميز. يعني في مشكله اكيد يعني. في حاجه تانية برضو غير الشكل، وغير ان الفرقه دفاعها سيء وما بتهاجمش. يعني غير في حاجه تانية. الماتش اللي فات عبد الله السعيد اتصاب في نص الشوط الاولاني وطلب التغيير، وفضلنا مستنيين شويه. يعني فضلنا مستنيين شويه لحد ما عبد الله اتغير. نفس القصه عمر جابر في الجون الثاني برضه في ماتش بيراميدز، كان قبليها طلب التغيير وما اتغيرش. يعني النهارده محمود جهاد اتعور وفضل ماشي في الملعب، باين ان هو مش قادر. يعني حد كوره كده راح يحاول يضغط، فتفهمش بقى. يعني لعيب الاسماعيلي تحس ان هو ما كانش جاهز، فلعيب الاسماعيلي رقص ترقيصه سخيفه كده سهل قوي عدى منه، وتحس ان هو وقع بعدها وطلع. فانا مش قادر افهم. يعني هو موضوع ان لعيب مصاب يطلع، انا مش عارف والله، عندي علامات استفهام كبيره جدا. انا مش بحب هو واضح ان في مشكله في اوضه اللبس مع اللعيبه. واضح ان في مشكله في اوضه اللبس. كلام ناصر ماهر في برنامج كابيتانو مصر على جوزيه جوميز النهارده، في احد المحسوبين على عبد الله السعيد بيهاجم جروس. في كلام كتير ان ممكن يكون شيكابالا برضو عنده مشكله. انا مش عارف حقيقه الموضوع الصراحه وما سالتش يعني. فهل في مشكله لجروس في اوضه اللبس مع اللعيبه ليها علاقه بجروس نفسه بره موضوع المستحقات؟ انا مش قادر افهم، يعني ما عنديش تفسير والله. بس في شيء مشكله ان ماتش الاهلي يوم 22، وماتش الاهلي هتبقى نقطه فاصله لو الفرقه فضلت بشكلها ده قدام الاهلي. فانا مش عارف الحقيقه. آه، طبعا في كارثه عملها طارق مجدي النهارده. الكره بتاعت ناصر ماهر اللي اتطرد فيها، مش هقول ان ما فيهاش رعونه من ناصر ماهر، فيها رعونه من ناصر ماهر، وقرار الطرد ممكن يبقى مبرر عادي. بس هو السؤال طارق مجدي اللي في ماتش الجيش، انا كنت حاضر الماتش في الاستاد، اتسبب ان الحارس الجيش اتسبب لمحمد حمدي اللي هو الباك الشمال بتاعنا جاله كسر في الضلوع. الحارس ما خدش انذار في الكوره دي. النهارده انت يعني في لعيب زق ناصر ماهر، وناصر ماهر تقريبا عمل له حاجه بوشه ما بانتش قوي حتى في التصوير يعني. حتى الفار ما عادهاش او ما ناقش الحكم فيها، رحت اديت ناصر ماهر على طول انذار. طب ما انت ممكن طرد على طول. فانت ممكن تدي انذار وانذار كانت ممكن تمشي يعني. القرار يعني القرار مش هقدر اقول انه غلط، بس هو معيار التحكيم للزمالك. هل هو معيار التحكيم ضد الزمالك؟ مش هقول لك بقى للاهلي، يعني ضد الزمالك هو للزمالك. ما اعرفش الحقيقه، مش عارف الحقيقه، مش عارف. في المجمل الفرقه شكلها صعب، في مشاكل في الملعب،
وبنسمع نفس الكلام بشكل مكرر من جروس، اللي هو عايزين نتحسن، طب احنا دفاعنا سيء، طب مش عارف ايه. طب ما هو مستر، ما حضرتك اللي مسؤول يعني. واللي انا فاهمه برضو ان الراجل واخد صلاحيات يعني برضو الجهاز بتاعه النهارده بخروج محمد علاء بقى معاه مدرب الحراس وشيخ بوزيان ده اللي هو مدرب الاحمال وامير عزمي مجاهد. فهل الجهاز ده كافي؟ هو المره اللي فاتت، واعتقد اخصائي التغذيه اللي كان معاه المره اللي فاتت بيجي، بس بيجي زي ما كان بيجي المره اللي فاتت، بيجي كل شهر مره يحط برنامج وبتاع. في مشاكل في الاصابات العضليه بدليل ان ناصر ماهر وعبد الله السعيد الاصابات العضليه كل الاصابات بتبقى شد يعني سواء عمر جابر سواء عبد الله سواء ناصر ماهر. في مشكله يعني، في مشكله مش فاهمها يعني. والمشكله الثانيه بقى الفيرود. احنا يعني انا مش قادر افهم سيف الجزيري ليه الفيرود اساسي الزمالك؟ يعني ليه بيقدموا كل ماتش عشان ينزل الماتش اللي بعديه؟ يعني انا كنت متخيل ان هو ماتش بيراميدز ملعبه عشان المساحات وبيراميدز بيضغط وكده. آه، ده بخصوص الماتش، ما كانش فيه شيء كتير يتقال يعني. لا الجون بتاع دونجا حلو جدا وشوطه حلوه جدا وده ما يخليش دونجا يشوط كل اللي جاي عمال على بطال. كان احمد عطا زميلنا يعني اتكلم هو بخليفه في البودكاست عن النقطه دي وقال متلازمه باسم مرسي. انا يعني بايد كلام عطا لان دونجا بعد الشوطه بتاع بلاك بول كان بيشوط طول الوقت. انا يعني شوطه النهارده مثلا ممكن اتفهمها، يعني ممكن اتفهمها ان هي اخر دقيقه وان انت الكوره جالك معدوله قوي وكده، بس في اوقات بيبقى زمايلك معاك، لاعب زمايلك يعني اولى من الشوط. يعني مش كل شوطه هتلبس ومش كل شوطه هتيجي. طبعا فكره ان على لعيب يكون عندي حل ان هو بيشوط، فدي محتاجه ان دونجا يشتغل على نفسه ويدرب نفسه ويبقى عارف قرار الشوط امتى صح، امتى اشوط وامتى ما اشوطش. يعني ما يبقاش الموضوع مجرد ان انا بجرب عشان اجرب يعني. بس هو الموضوع لازم يبقى بشكل خططي ولازم يكون باتفاق مع المدرب وبيكون تدريب لدونجا برضو اضافي على الشوط، على اساس ان اللي لبس مره يلبس الثانيه والثالثه والرابعه، ويفضل برضو فكره ان عندك لعيب. يعني احنا لسه كنت بتكلم على نمطيه الهجوم، هجوم الزمالك، ان احنا مستنيين الاوفر او مصطفى شلبي يخش ياخد الاوفر بتاع زيزو. يعني فكره وجود حل كمان ده بيلخبط الدفاعات شويه. احنا خايفين دونجا يشوط، فهي ممكن تستغل، يعني هي ممكن تستغل، بس في نفس الوقت ما تبقاش شيء بيفسد الهجمه للزمالك، ان مثلا ممكن يكون زمايلك طالعين او هجمه مرتده وتروح انت شايط. فهي لازم تتنظم يعني، لازم تتنظم يعني. مفيش شيء يستاهل التعليق تاني، اللهم الا فكره زي ما قلت ان انا اتمسك عليا كوره الشوط التاني وكنت ممكن اتعادل قدام فرقه ال 12 على الدوري. خلينا نشوف. انا بس كنت عايز اعلق على الانتقالات شويه. لحد دلوقتي الزمالك صرف في الانتقالات مصاريف مش كتيره يعني، بس صرف حوالي 300,000 دولار. والنهارده في كلام على حوالي 400,000 دولار، ومحمود جهاد تقريبا ب 700,000 دولار، واحمد حسام تقريبا محمود جهاد 35 مليون مصري يعني عشان الرقم يعني، واحمد حسام اللي هو المساك بحوالي 11 مليون جنيه. فانا شايف ان الزمالك كان محتاج لعيب كبير. الزمالك لسه محتاج لعيب كبير، محتاج لعيب يشيله، محتاج وينج شمال قوي، محتاج لعيب هجوميا يصنع الفارق، محتاج كواليتي هيفوق زيزو. لو كان فيرود كان هيفوق الفرقه كلها. والزمالك بقاله 3 فترات انتقالات من اول المجلس ده ما جه، بالفتره اللي هي قبل ما مرتضى يمشي اللي كان مقفول القيد، محتاج دعم في الهجوم وكان محتاج لعيب 8. فاحنا جبنا ناصر ماهر واحمد حمدي وعبد الله اللي هم الثلاثه اصلا ما بقوش متاحين للراجل. هو الراجل يعني انا برضو في نقطه عازل جروس فيها. جروس مش لاقي نمره 10 يلعب معاه. احنا الماتش النهارده بعد طرد ناصر ماهر هيخش الماتشين التاني. الله اعلم عبد الله هيبقى جاهز الماتشين دول ولا لا، بس عبد الله ممكن ما نخاطرش بيه عشان يقول لك ماتش الاهلي، فانت ممكن تخش بتروجيت وفاركو من غير لعيب رقم 10. واحمد حمدي الكلام عليه انه هيرجع في مارس، فمارس ده على بال ما احمد حمدي يخس ويخش مع الفرقه يكون خلاص مايو يعني فكره ان انت اصلا ما عندك مشكله في لعيب نمره 10 او لعيب نمره 8 اللي هو بيكمل مع الفرقه بوجود. يمكن محمود جهاد يقدر يكمل الدور ده، بس هو فكره لعيب الكوره اللي بيحرك الفرقه دي موجوده في 3 لعيبه في الزمالك، عبد الله وناصر واحمد حمدي. احمد حمدي احنا قلنا شكرا. عبد الله 40 سنه واصاباته اللي ابتدت تتكرر مع تكرار ان هو الراجل بيلعبه كل الماتشات خليته بعيد. النهارده ناصر ماهر بعد غياب مثلا حوالي شهرين، من حوالي 18 او 19 ديسمبر، راجع النهارده. اخر ماتش لعبه كان سيراميكا،
راجع النهارده، احنا النهارده 8/2 ولا 7/2، بنتكلم في حوالي شهر ونص. رجع اتطرد هيغيب 3 اسابيع او اسبوعين. طبعا لجنه المسابقات لو كان في احتمال ان هو يتوقف ماتشين هيوقفوا 3 ماتشات 100%. مش هيقدروا يتحدوا الاهلي يعني حتى لو الطرد مثلا لازم هيوقفوا ماتش الاهلي، لان هم يخافوا ان الاهلي يزعق لهم في الكوره زي دي. ده احمد عيد عبد الملك، كابتن احمد عيد، فاكر هو الموقف بتاع ماتش الحرس لما رجعوه وشالوا الايقاف عشان يلعب قصاد الزمالك. فاحنا لجنه المسابقات حافظينها يعني وعارفين موقفها ايه. فهو ناصر ماهر مش هيلعب، يعني مش هيلعب ماتش الاهلي ده يعني. وانا بقول لك وانا مغمض، هيلبس ال3 ماتشات حق باطل هو لابسهم يعني. فلسه الزمالك محتاج لعيب كبير. هل اللعيب الكبير ده هيقدر الزمالك يجيبه يوم 8/2 بعد قفل الانتقالات في العالم كله؟ الله اعلم. بس انا شايف ان انتقالات الزمالك ما دعمتش بالشكل اللي يحل مشاكل الفرقه، لا في مركز 10، لا في الفيرود، ولا في الوينج. حتى الوينج اللي هو التونسي اللي جه ده لعيب صغير، الله اعلم هيبقى ما قدمش مستويات. وانت واضح بالمبلغ اللي انت جايبه ان انت جايبه تجرب، يعني مش جايب حد كبير. عايز اخد اسئله الناس عشان انا طولت شويه في الرغي. والله يا دكتور جبر بيسأل، شايف ان زيزو الافضل يتوظف في الجناح العكسي؟ والله لسه بتكلم فيها. يعني انا شايف في مشكله في النمطيه في النقطه دي، ومشكله ان هو يكمل ويرفع يكمل ويرفع. لا يا زيزو بقى، انت نجم الفرقه وعايز تبقى اكبر عقد، لازم يبقى في حلول تانية. لا يعني خصوصا ان اللعيبه الجامده في القاره اللي هم بيلعبوا باليمين هم بيلعبوا ناحيه الشمال. فانا شايف لا، ان زيزو يروح ناحيه التانية الصراحه. وعايز يرفع بشماله ويرفع بيمين، ما انت ممكن ترفع من الشمال عادي. انا شايف كده الصراحه. دلوقتي في قرارين كاسيين، احدهما اقل كارثيه وهو باقروس او رحوله او رحيله. انت شايف ان ميكالي غالبا هو اللي هيلحق يلم الفرقه، خصوصا ان الفريق بنسبه كبيره مش هيتحسن والتجربه هتبقى اتحرقت، ولا المكان الموسم ده بجروس؟ قرار تريكي جدا وصعب جدا حقيقه يعني. اي قرار هتاخده الاداره، هي الاداره دلوقتي محتاجه تاخد قرار، يعني هم اقرب ان هم ما ياخدوهوش، اللي هو مش فكره. اولا حتى وجود ميكالي في الترشيحات دي انا مش قادر افهمها. يعني فكره وجود ميكالي في الترشيحات دي غريبه جدا، لان يعني حتى لو جروس هيمشي، ليه انا مجبر على مدرب معين عشان وكيله اسم الفلاني؟ يعني وكيله الاسم الفلاني اللي هو الراجل اللي ارتبط بمعظم المشاكل في صفقات الزمالك، يعني من اول مهاب ياسر يعني. فانا مش قادر افهم برضه فكره. بس نيجي بقى لنقطه رحيل جروس. المشكله ان الاداره بتفكر فيها ان شهر 5 قريب انت هتفسخ عقده وتديله ال3 شهور اللي هو كده كده هياخدهم، وتجيب مدرب تاني لل3 شهور مش هتقدر تحكم عليه. انا مش قادر، يعني مش هقدر احكم. القرار فعلا صعب، القرار فعلا صعب. محتاج حد يكون موجود في اوضه اللبس، محتاج حد يكون شايف المدرب بيعمل ايه، محتاج حد يقعد مع المدرب يساله ايه المشاكل اللي عندك، ازاي محلل الاداء خرج وانت ما طلبتش حد، ازاي ما معكش مدرب. يعني اللي انا عارفه ان بوزيان ده بتاع احمال والتاني مدرب حراس. هل امير عزمي لوحده يكفي في كل القرارات الفنيه اللي هياخدها كروس؟ خصوصا ان كروس مدرب كبير سنا، ما بقاش شغال بايده زي بوميز ولا زي كارتيرون، مش المدربين اللي هم بيشتغل بنفسه يعني. فانا مش عارف والله، يعني انا مش عارف. يعني انا شايف في مشاكل. بس ربنا يستر علينا يوم الديربي، يعني يوم ماتش الاهلي. انا خايف من شكل الفرقه، وخايف من الدفاع المهلهل ده، ان انت كمان لما بيتسجل فيك بتحاول تتعادل، فهتبقى سهل ان انت تستقبل. وكولر بيحب جدا الفرقه اللي بتلعبوا تحولات ويسيب لهم الكوره ويضربهم بالتحولات. خصوصا ان هو كان مشكلته مع جوميز مدرب جديد شويه، هو مدرب اولد سكول شويه. يعني جوميز كان عنده مشاكل في الدوري، بس ما كانش عنده مشاكل في مواجهه كولر وبيراميدز والناس دي. احنا دلوقتي بقى المشكله عندنا كبيره. فانا القرار والله مش يعني صعب، قرار صعب فعلا وتريكي، ومحتاج حد يكون قريب من الفرقه ويشوف. خصوصا ان انت اصلا، يعني انا ما اعرفش صفقات يناير دي جروس مشارك في القرار فيها، ولا القرار من ميدو وحازم واللجنه اللي المشكله في جروس ولا في السكواد؟ المشكله مركبه، بس في مشكله في جروس وفي مشكله في السكواد الحقيقه يعني في مشكله في جروس وفي مشكله في السكواد. الراجل مثلا اتصاب له المسلوسي، الراجل غايب عنده نمره 10 بشكل دايم. فهو انا شايف ان هو عنده مشكله، وفي مشاكل تانية ان الفرقه ملهاش نمط، ملهاش شكل، لا دفاعيا ولا هجوميا. يعني انا مش عارف والله. هل ميكالي ممكن يطور سكواد الزمالك الحقيقي؟ ما اعرفش. ميكالي ملوش تجارب ناجحه مع انديه. كل تجاربه اللي ناجحه كانت مع البرازيل في الاولمبياد، وتقريبا منتخب مصر اللي هي كانت نهايه الاولمبياد الانجاز اتحط عليه تراب السكور بتاع المغرب. فهو تجاربه مع الانديه مش احسن حاجه. والراجل برضو وهو في المنتخب عينوا له اسلام الشاطر، يعني مدير للمنتخب من غير رايه، وما عندوش يعني ما معهوش كم مساعدين كبير. فانا يعني انا عندي علامات كبيره على ميكالي، وما اعرفش اذا كان هو انسب اختيار ولا لا، ما اعرفش والله.
جروس يكمل دلوقتي ولا يمشي بعد يوم 22؟ ربنا يستر ويوم 22 يعدي على خير، ربنا يستر، مش عارف والله. اصلا الفكره كلها ان انت الوقت ضيق حتى اليوم 22، يعني الموضوع ان احنا بقينا في كورنر كده، يعني اي قرار هتاخده صح او غلط القرار، يعني اللي يقول لك ان في قرار صح 100% في الوضع ده يبقى كذاب لو ما كانش مطلع على كل التفاصيل. يعني محتاج يبقى حد شايف ايه اللي بيحصل، شايف الراجل شكله ايه في الملعب والتدريب، وغياب المحلل الاداء وغياب المساعدين واللعيبه اللي فيه اصوات ابتدت تطلع كده، تحس ان اللعيبه يعني مش مبسوطه معاه. فانت محتاج تلم الصوره كامله قبل ما تاخد قرار، والقرار صعب جدا. هي يعني هو فكره استدعاء جروس نفسها كانت صح او غلط، ده كان قرار اداره بيور، وانا مش قادر اعلق عليه يعني، لان انا الصراحه شايفه غلط. يعني انا شايف ان كان يعني خلاص نجيب مدرب جديد، نتخطى مرحله فكره استدعاء المدرب استدعاء المدرب استدعاء المدرب. معظم الجمهور مش عايز جروس يكمل، في نفس الوقت احنا ما عندناش استقرار في كل النواحي في النادي، المدرب بيستمد قوته من الاستقرار، ولو جروس مش تفتكر اللي هيجي ينجح باللعيبه دي ولا جروس يكمل الاخر؟ هو زي ما قلنا هي الفكره كلها برضو موضوع المستحقات وموضوع السيطره على اوضه اللبس، ده جزء طبعا، وغيابات اللعيبه المهمه. عنده لعيب يعني هو تقريبا بيلعب الفيرود، جددوا له سيف الجزيري والراجل ما كانش عايز سيف او ما كانش مقتنع بسيف. كل دي اشياء انت تقدر تقول عليها، بس في مشكله لجروس باينه في الملعب. مين الانسب في حاله رحيل جروس؟ تجربه جديده بقى يعني. هو انا مش لازم يتربط، يعني انا مش بقول ان مكالي ما يجيش او يجي، انا بقول ان مش لازم لو جروس مشي بكره يبقى مكالي بكره. طب ما ليه يعني؟ ليه مكالي يعني؟ ليه مكالي عشان الوقت يعني؟ طب ما هو عادي، ما انا ممكن اجيب مدرب تاني يجي في ساعتها يعني. ما انا بس فكره مع انا اعتراضي على فكره ان فلان بيفاوض ده وجايبه ياخدوا ده، يعني ان اسم واحد. هل ناصر ماهر اصابته والطرد كانوا مفتعلين؟ لا، اصابته ما كانتش مفتعله، لا ناصر كان عنده مشكله، وكان المفروض ما المعلومه اللي عندي انا كان المفروض ما يلعبش ماتش سيراميكا، كان المفروض ما ينزلش. وحصل لخبطه كده بين كابتن امير عزمي يعني، والراجل شارك، وشارك بظروف معينه، لظروف برضو ليها علاقه بالفرقه يعني، مش حابب ان انا اتكلم فيها قوي يعني. بس هو لا، ما اتصاب والمزقه قعدوا شهر وشويه يعني. هو الغلط كان انه راح المنتخب اصلا وهو مصاب، ولعب مع المنتخب ماتش كامل، ماتش كامل 90 دقيقه وهو مصاب، فرجع جاله الشد وبعد كده لعب على الشد ماتش سيراميكا. ف يعني الغلط اصلا كان فكره ان حتى اداره الزمالك، ما هي دي برضو من المشاكل اللي عند الاداره او كابتن عبد الواحد السيد، ان انت لعيب عندك مصاب ما بتقولش ما يروحش المنتخب. يعني هو كان ناصر مش جاهز ومصاب، راح ماتش المنتخب لعبه كله فرجع اتصاب، بعدين حصلت المشكله، لعب على الاصابه في ماتش سيراميكا تاني، فدهورت الدنيا، كانش جاهز. والدنيا يعني الموسم هيفلت، الامور بتفلت مننا. اين ذهب جروس؟ اين ذهب دهاء جروس؟ اين اختفى زيزو؟ احمد بيسال. مش عارف والله، يعني مش عارف والله. والراجل بقى له 4 سنين برضه قاعد في البيت، هو التجربه مش شبه 2019، رغم ان 2019 كان في مشاكل، بس على الاقل كنت بتشوف الفرقه بشكل احسن من كده، كان الوضع احسن من كده. زيزو انا علقت عليها، زيزو ليها شقين، شق ان انا حاسس ان هو اتحفظ وتسيطر عليه اكتر لان هو ده بقى الحل الوحيد، والجزء الثاني ان هو ما يعني الناس مستنيه ان هو يعدي ويرفع اوفر، فخلاص اتقفلت يعني. ده غير طبعا بقى الامور اللي هي بره الملعب، وان زيزو قبل التجديد بيبقى مستواه سيء، وده جربناه في 2021 بمجرد التجديد ظهر واتحسن وبقى احسن وكل ده. بس ترجع وتقول كان ساعتها في وينج تاني ساند عليه يعني برضه ما كانش لوحده بالشكل اللي هو فيه دلوقتي. اقرا التويتس بتاعتي عن مصطفى شلبي انت في الحلقه؟ لا مش هقرا التويتس بتاعتك عشان انت غالبا قايل كلام ما يتقالش. امتى الاداره بتاعتنا تكون اكثر برجعيه في التعاون؟ احنا النادي الوحيد اللي بيجدد لعيبه منتهيه بسبب كبر السن والاصابه المزمنه او الفواتير الانتخابيه. جمهورنا عاطفي، صعب تاخد قرارات كبيره، والاداره برضو بتتاثر بالمواضيع دي، الاداره متاثره برضو بوجود الاستاذ ممدوح عباس في الصوره بشكل واضح وصريح. عشان بس الناس تبقى عارفه، يعني استاذ ممدوح عباس برضو راجل صرف ودفع فلوس الفتره اللي فاتت، ففي بعض القرارات لمراداته، وده مأثر على النادي. يعني انا شايف كده الصراحه. شكرا يا مصطفى، معلش غيابي كان لفتره، ربنا يكرمك يا رب. اتخدعنا في الناس دي والله. بص انا يعني انا مش هقدر اقول ان احنا اتخدعنا في الناس دي، بس هو في قرارات كتيره كبيره احنا كنا مستنيينها ما حصلتش. يعني انا متفهم فكره الديون والازمات والحاجات دي، بس هو انت مرتب المدير الرياضي اللي انت كنت هتجيبه وينظم لك الدنيا دي، اللي انت ما خدتش القرار ده، كان اقل من مرتب مهاب ياسر. ففي قرارات كبيره جدا كلها، انا حاسس في فريق الكوره احنا بنلطش الحقيقه.
الاداره بتلطش في كل اتجاه. احنا النهارده يوم 7 ومش عارفين مين الصفقه اللي احنا مستنيينها تعدل الفرقه. يعني اللعيب المهم ما جاش، انت دعمت لعيبه تبقى موجوده بس ما جاش. ما جاش وينج شمال مؤثر، ما جاش لعيب بيعرف يسجل، ما جاش فيرود قوي، ما جاش اسم كبير. فهو ده نموذج للتلطيش، نموذج للتلطيش ان الانتقالات عدى ان انت الصيف رحت جبت مشلاك بمرتب لعيب تاني كان الاهلي هياخده ويستفيد بيه. ان انت اخترت جروس، ان انت يعني مش عارف اصلا، يعني انت مش عارف اصلا مين. اذا محلل اداء مشي ومحدش بيعلق، محدش الراجل ده كان بيعمل ايه هنا؟ كان موجود ولا مش موجود؟ بتحس الدنيا ملخبطه كده، مفيش يعني. يعني مثلا الناس اللي جت اتدخلت ليه؟ والناس اللي سواء ميدو وحازم اللي ظهروا، ميدو تحديدا واستاذ جمال العدل واستاذ مدحت العدل والناس دي ظهروا ليه وكانوا فين؟ والموضوع اصلا كان ماشي ازاي لو ما كانوش ظهروا؟ طب هل الانتقالات دي يعني ما كانوش ظهروا ما كناش هنجيب خالص؟ تحس الموضوع ملخفن، يعني ملخفن تماما. طبعا ممكن يكون تاثيري ديون، بس مش ممكن كل القرارات الغلط دي. القرارات اللي غلط كلها انت يعني كان باين في الصيف ان انت محتاج فيرود، باين في الصيف ان انت محتاج وينج شمال، وباين من يناير اللي فات والله لما راحوا جابوا مهاب ياسر ومحمد عاطف وينج شمال. لا في مشاكل كبيره في الاداره وبدايه حل المشاكل ان الناس تعترف ان في مشاكل يعني. توقعات اقاله جروس قبل الماتش الاهلي ولا بعده؟ ان شاء الله ما يحصلش حاجه في ماتش الاهلي، انا خايف جدا زيكم والله. غيروا المدرب، انا اول زي ما قلت والله القرار، انا قرار تريكي جدا، لان انت النهارده 8 والماتش ب 22، انت بتتكلم في اسبوعين مين اللي هيجي يشيل الريسك والمسؤوليه وبتاع. آه مع فكره تغيير جروس لو كانت الاجابه لا بعد ماتش الاهلي وحصل لا قدر الله خساره. شكل الخساره ايه؟ يعني شكل الخساره ايه؟ ما انا ممكن اخسر وانا على احسن، او اخسر والنتيجه قريبه. شكل الخساره زي خساره بيراميدز كده؟ يعني ما مش عارف والله، هل منطقي ان احنا نخسر خساره زي بتاع بيراميدز دي بنفس الشكل من الاهلي تاني؟ الصراحه ما يعني مش ما حدش هيبقى مستوعب فكره ان جروس يكمل يعني لو حصل كده يعني. لازم جروس يمشي دلوقتي حالا. مش عارف والله، مش يعني مش شايف ان القرار صح من غير دراسة الشكل كامل لأوضة اللبس، من غير دراسة الشكل كامل للراجل. يعني شغال في حاجة شغالين عليها ومش باينة، أو عنده مشكلة في الغيابات، أو اللعيبة لما تيجي هتحل له مشكلة يعني. لازم الموضوع يتقيم كله على بعضه، ما ينفعش ناخد قرار نقول يلا نمشي وبعدين نجيب حد نلاقي نفس المشاكل ونفس الصورة. لسه عندك ثقة في المجلس ولا لأ؟ وشايف جروس يكمل ماتش الأهلي؟ لسه عندي ثقه في المجلس. صراحه لا، الثقه اتهزت جامد جدا. الثقه اتهزت جامد جدا، وعندي احساس ان هم مش عارفين يصلحوا يعني. المشكله ان هم مش عارفين يصلحوا اخطائهم. يعني فكره ان انت مش شايف ان كان في حاجه غلط فانت ما بتصلحهاش. ما فيش حد مسؤول عن ملف الكوره، هي فلان ده يعني فلان ده مشي فخلاص كده يعني احمد سليمان مشي او حسين السيد مشي فكده خلاص المشاكل اتحلت. طب ما هو انت ما جبتش حد محترف، ما جبتش حد دي شغلته، سواء ميدو سواء يعني طبعا يعني كل الناس اللي بتحب الزمالك كلنا بنحب الزمالك، اما كده هنروح ندير الزمالك؟ ايه نجاحات ميدو في اداره ان الزمالك يعني؟ ودينا شايفين الانتقالات احنا داخلين في الحيط، يعني حرفيا داخلين في الحيط، ما فيش حاجه اتغيرت. فهي انا شايف ان فكره ان الاداره جزء من نجاح الاداره انها تبقى عارفه. اي بني ادم في الدنيا، مش الاداره، اي بني ادم في الدنيا عشان يصلح اخطائه لازم يشوفها. كون ان هم مش شايفين اخطائهم دي كارثه الصراحه. هل جروس محتاج مساعدين يساعدوه؟ هو اللي يقول الصراحه. فرق مستوى اللعيبه عن 2019 طبعا يأثر، وهو الراجل نفسه بقى 4 سنين قاعد في البيت. آه كل الناس بتسأل على جروس. الاداره، هل مشكله الزمالك الحقيقه في الاداره تاريخيا صح ولا غلط؟ اكبر مشكله للزمالك تاريخيا هي ادارته، حقيقه، دي حقيقه. آه ممكن يتصلح وهم موجودين لو الناس شدت خط. ما هو يعني ما هو اليد والطايره شدنا خط وسيبنا رئيس الجهاز شخص بيتحاسب اللي هو هشام نصر، والراجل معاه المدير الفني بياخد كل القرارات. يعني الراجل بياخد كل القرارات. ممكن تتصلح لان في اليد والطايره الامور اتغيرت، بس في الكوره لا، انا مش شايف ان في اي توجه ان في حاجه تتصلح. احنا ماشيين بنفس الخط، بنفس الاخطاء، بنفس شكل الانتقالات، بنفس شكل التعامل مع الفرقه، بنفس فكره ان اللعيبه ما بتتعاقبش، بنفس فكره ان اللعيبه سايقه، اللعيبه متدلعه، بنفس مدير الكوره اللي اخطائه يعني جوميز كان طالب رحيل، يعني قال ان هو كان عايز واحد بس يمشي، كان عبد الواحد السيد. طبعا ما حدش عارف عبد الواحد السيد مكمل ايه لحد دلوقتي، زي ما حدش عارف
لعيبه كتير يعني. النهارده مثلا 7 يناير، مهاب ياسر وسيف جعفر والناس اللي ما بتخشش ال 20 دي قاعده تقبض ملايين ليه؟ سواء 2 3 مليون، النادي في ازمه، ما حدش عارف يعني. ما فيش حد بيتحاسب على حاجه، في الدنيا زيطه يعني. فيتصلح الحال يا اسلام وهم موجودين، يتصلح لو الناس شافت اخطائها وقررت تصلحها. انما هنفضل نلف في نفس الدوائر دي ونقول احنا مش غلطانين، ومفيش لحظه كده هنقف مع نفسنا ونشد خط ونقول لا الدنيا محتاجه تتصلح. مفيش حاجه تتصلح، لا. لسه والله بتكلم في موضوع عبد الواحد. ناصر ماهر عمل كده ليه؟ مش عارف والله يعني، مش عارف والله. ممكن يكون رد فعل، بس انا زي ما قلت لك، انا شايف ان، زي ما قلت، انا شايف ان القرار من ناصر، يعني ناصر اتصرف غلط بحيث انه ادانا مساحه ان احنا ان الدنيا تبوظ كده، بس ان هو يطرد يعني. بس في نفس الوقت القرار ده مش يعني مش ده المعيار اللي هيتطبق ضد الزمالك يعني. آه هنفضل في دوامه الفشل والاحباط دي امتلكوا اليأس والاحباط تجاه كل حاجه، خصوصا مفيش حاجه بتتعمل صح حتى قريبه من الصح، والموضوع متكرر مع معظم مجالس الادارات بمختلف الاسماء. آه مش عارف والله، هل ممكن مع تحسن الامور الماديه وسداد جزء من الديون، وان كان احنا النهارده مثلا بيتجدد عندك ان انت عندك باتشيكو وفي مشكله، وعندك ساسي لسه قضيه، ونضاي احنا مش عارفين مستحقاته خلصت فين، هو دلوقتي مش هلاك. فانت الدايره عماله المخالفات، الواحد مش عايز يحبط الناس، بس هو دي الاوضاع. عايزين مدرب يلعبنا كوره مش روتيني زي جروس. ما انا بقول لك عشان يلعبنا كوره الموضوع محتاج برضو ان يكون في لعيبه، يعني اللعيبه اللي كانت بتلعبنا كوره تقريبا كلها مصابه دلوقتي. فهي الموضوع ليه شقين، المدرب واللعيبه. يعني احنا ما نقدرش نقول الزمالك فيه لعيبه كويسه وجروس اللي مفشله، وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول ان ده اخر السكواد، جروس مش جايب اخر السكواد. ايه المشكله ان احنا ندفع نص اللي كنا هنشتري بيه اللاعب الجزائري لسيراميكا ونجيب زلاكا؟ زلاكا معار من بيراميدز، معار ما حققش شيره، وسيراميكا اصلا مش يعني هي صفقه مكعبله زي اللاعب زي بولبينا بتاع، يمكن اكتر. ده بولبينا يمكن لو كنت دفعت الرقم اللي طالبينه كنت خدته، انما زلاكا ده انت حتى لو دفعت مش ممكن ما تعرفش تخلصه، لان اللاعب معار من بيراميدز، ولازم سيراميكا يدفع حق الشراء الاول وانت تشتري من سيراميكا دايره كده. لا الموضوع مش سهل يعني. امتى الزمالك يجيب صفقات سوبر مش كاس ويفكر زي نرجع دوري ابطال مش الكونفدراليه فاشله؟ وامتى هنشيل جروس اللي انتهى تدريبيا؟ امتى الزمالك يجيب صفقات سوبر؟ صفقات السوبر دي لازم تكون في شكل للنادي، مش فكره اسم او فلان او فلان او فلان. انا كنت عايز اشرف بن شرقي يجي، بس هل هو القرار الصح؟ مين اللي بياخد القرارات؟ لازم هو ده السؤال قبل ما نعرف يعني ايه صفقات سوبر او صفقات. هل الصفقات اللي هيص عليها الجمهور، ولا الصفقات اللي هي فعلا تفيد الفرقه وتتناسب مع وضع الفريق المالي والمادي؟ فهي الاجابات كلها عند مجلس، الاسئله كلها عند مجلس الاداره، المفروض هم اللي يجاوبوا يعني الحقيقه. وانا كنت مستني شكل اداره للكوره، مش عارف كباتن اليد ما عرفوش يدروها الحقيقه يعني، عشان برضو الواحد يبقى صريح مع نفسه. طولت معلش، وان شاء الله باذن الله ما يكونش اخر لقاء بينا، ان شاء الله باذن الله نلتقي على خير. وشكرا ليكم وشكرا لاسئلتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.